جوشو على شاشة التلفزيون العربي. تغيرات كتير قوي حصلت في مصر الفترة اللي فاتت، تغيرات معقدة، تغيرات خلت المواطن البسيط ما بقاش فاهم حاجة، واحنا كشعب تهنا. تغيرات دخلت مصر من مرحلة لمرحلة لمرحلة، وبقينا مش عارفين يا ترى مرحلة مصر اللي جاية هيبقى اسمها ايه؟ مصر هتوصل قبل نهاية هذا العام لمرحلة الخيار. تمام؟ وهي يعني أكثر مرحلة ستمر بها مصر. ايه مرحلة الخيار؟ الخيار استنى خيار ايه؟ خيار ايه؟ احنا ناقصين واي حد معدي كده يمسي على مصر بمرحله؟ يعني واضح ان هي هتبقى مرحله صعبه جدا بصراحه، يعني باين من شكلها كده واسمها حاجه مخيفه، بتقول ان احنا هيبقى عندنا مشاكل كتير قوي في البلد، وعندنا مشاكل كتيره جدا، بيوصل لمرحله ان هو فروم هاند تو ماوس، من اليد الى الفم. فروم هاند تو ماوس؟ ليه كده يعني؟ لا مش عجباني يا جماعه المرحله دي بصراحه. انا عايز الدوله، انا من حقي اعترض، انا عايز الدوله تتدخل وتطلعنا من المرحله دي. حتى الان الدوله دي مش قادره تشم نفسها، الدوله دي ابتدت تشم نفسها بقى لها سنتين بس، والسنتين دول في عمر الشعوب امر لا يمكن ان انت تشوف له نتيجه سريعه، وعندك دولار بينط كل يوم. دولار بينط كل يوم؟ مرحله خيار؟ قصدك ان الدولار عمال يعلى على الجنيه، عمال يعلى على الجنيه. لا معاك حق في دي بصراحه، ما ينفعش يعني كل يوم الاقي الدولار عمال يبقى 10 11 12 13، ده بيعمل ازمه كبيره جدا. بس احنا كده عندنا ازمه دولار مش مرحله خيار. هو ايه اصلا العلاقه ما بين الدولار والخيار؟ في علاقه بين الدولار والخيار كمان، يعني الخيار ده ايه علاقته بالدولار؟ مش فاهم. الخيار زاد مع انه ملوش علاقه بالدولار. ما واضحه جدا العلاقه، يعني انت مش عايش معانا المرحله دي ولا ايه؟ باينه جدا يعني العلاقه ما بين الدولار والخيار ان الاثنين لونهم اخضر. وبعدين ما كل حاجه بتغلى بسبب الدولار، الفواكه بتغلى والخضار بيغلى، اشمعنى يعني مسكتوا في الخيار وسبتوا بقيه الحاجات دي كلها؟ هل الحكومه عايزه توصل لنا رساله معينه مثلا؟ يا جماعه المواطن الغلبان بيئن فعلا، ده مش وقت تشبيهات وهزار، احنا في ازمه دولار، شويه جد بقى عشان فعلا الموضوع ما بقاش مستحمل هزار. واحد بيركب تاكسي فبيقول له سعر التاكسي جاي، قال له لا في الوقت ولا ما تنزل، لانه لما تنزل الاسعار بترتفع يعني. افهاتك يا ميزو، افهاتك مبوظلنا الاقتصاد خالص. انت عارف لو نكته حلوه هعديها، ولو وحشه هعديها برضه، بس النكته دي ايام ما كان الجنيه ب 3 دولار، يعني حاجه كده من ايام الاربعينات، لكن دلوقتي الدولار بقى ب 13 جنيه، ما تمشيش خالص اليومين دول يا ميزو. وانت يعني عجبتك النكته قوي؟ مش بقول لك كشميله، بس على الاقل ما تضحكيش علشان ما يزودهاش، يعني شايفه الاقتصاد عامل ازاي. المهم نرجع لموضوعنا، واضح ان احنا عندنا ازمه دولار وده مؤثر علينا اقتصاديا وكوميديا، بس لحد دلوقتي ما حدش قال لنا هي فين المشكله بالظبط. خبير اقتصادي: ارتفاع اسعار ملابس العيد بنسبه 15% بسبب الدولار. والله الدولار ده اللي خرب بيتنا، الله يخرب بيت الدولار واليوم الاسود اللي سيبنا في الدولار. اللي بعده ايه؟ انت قلت حاجه؟ وبعدين دولار ايه اللي يخرب بيتنا؟ يعني مش لما يبقى يخش بيتنا يبقى يخربه؟ وبعدين برنامجك ده مفيش اسهل منه، يعني ده مش برنامج، يعني مفيش حاجه اقعد اجيب اخبار واولول واقول اللي بعده. ارتفاع تاريخي للدولار في السوق السوداء ويسجل 12.40. يعني مش عارف اقول ايه. البقاء لله ونعم بالله. اللي بعده ايه؟ لا مؤاخذه الله يكون في عونك برضه، يعني الموضوع صعب، مش عارف تقول ايه، ولا انت قلت خلاص؟ يعني ما علينا. المهم يا جماعه دلوقتي عندنا ازمه دولار، كل حاجه عمال اسعارها تزيد، عايزين نعرف يا ترى مين السبب في اللي وصلنا للازمه اللي احنا فيها؟ هل الدوله السبب؟ يعني هل ممكن تكون سياسات الحكومه غلط مثلا؟ ولا دي ازمه اقتصاديه عالميه واثرت علينا؟ يعني انا كعضو مجلس نواب خلينا نتكلم بصراحه. طبعا. لانه اذا ما كناش هنتكلم بصراحه يبقى هنفضل زي ما احنا. اكيد. الحكومه مش السبب، ولا المؤامرات اللي بيتقال عليها هي السبب، ولا المضاربه من الجشع الموجود ما بين شركات الصرافه هي السبب. السبب الشعب المصري نفسه. صح، الشعب السبب، الشعب اللئيم ده هو السبب. منه لله يا عم عبده بتاع الفول، سياساته الاقتصاديه دمرت البلد. ولا عم مصطفى بقى بتاع المجاري، راح حفر خط قناه سويس ثانيه ضيع كل الدولارات اللي كانت في البلد. هي باينه من الاول مؤامره من الشعب المصري على الشعب المصري برضه. بس برضه يا جماعه، يعني هل كل الشعب المصري متورط في الازمه دي،
ولا في فئه معينه من الشعب المصري هي سبب ازمه الدولار؟ ستات بيوت بيشتغلوا دلوقتي في البتاع، بنجيب الدولار من الشقق. كل الناس تتاجر في الدولار، ستات البيوت بتتاجر في الدولار، كله بيشتغل في الدولار دلوقتي، ستات البيوت بتشتغل في الدولار. ستات البيوت طبعا انا بشتري من بعض ستات البيوت. يعني انت بتروح عايز بنبعت الو عايزين كذا بيجي لنا كذا، انت لو عايز اي مبلغ. ام حسن اديني عندك كام؟ بيحصل الكلام ده، بيتاجروا في الكلام ده كله. يعني دي اخلاق برضه؟ يعني تشتري من ستات البيوت دولارات وتروح تبلغ عنهم عند وائل الابراشي؟ انت عارف وائل الابراشي ما بيتبلش في بقه فوله. وبعدين بتشتروا ازاي من ستات البيوت دولارات؟ اللي هو الو ايوه يا ام حسن عندك دولارات النهارده؟ طب نقي لي كده شويه، يعني شويه دولارات كده ملظلظه حلوه وانا هنزل لك الحساب تحطهم فيه. يلا مع السلامه. الو جمعيه مكافحه الدولارات، لو سمحت عايز ابلغ عن شقه واحده جارتنا اسمها ام حسن فيها دولارات. ازاي؟ طول اليوم ريحه الدولارات طالعه من الشقه يا فندم. ابعتوا بقى حد ياخدها. طب ده الشعب، فين بقى الدولة من كل الكلام ده؟ فين الدولة من أزمة الدولار؟ والدولة واقفة مندهشة عجز، فاتحة بقها. جعانة يعني؟ طب ما تدوها دي. يعني أنا مش عايزها خلاص. يعني وبعدين يا حكومة ويا دولة، بدل ما أنت فاتحة بقك كده اتصرفي صح. انا معاكي لو ستات البيوت هم اللي موقعين البلد وعاملين ازمه ومخليين الدولار يرتفع بالطريقه دي، انا معاكي، روحوا خدوا منهم الدولارات. بس دول فئه صغيره واستحاله يكونوا دول سبب المشكله، لان دي مشكله كبيره وجايز الارتفاع ده ياثر على الاسعار بعد كده. جايز الموضوع ده يدخلنا في ازمات كبيره الفتره اللي جايه. طب جايز الموضوع ده فعلا يوقع البلد. طب جايز يكون ارتفاع سعر الدولار ده كويس واحنا مش عارفين. بص، هو الموضوع بيبقى مراحل. في عمرو اديب، لميس، مصطفى بكري، وعزمي مجاهد. يعني سبحان الله يا اخي ما بيزنقوش خالص، مهما الحكومه تزنقهم بيلاقوا خرم كده يفلتوا منه. لا بس حلوه منك يا عزمي، حلوه والله. يعني زمان الحكومه فرحانه بيك جدا في وسط الفشل اللي هي فيه. ارتفاع الدولار، لا ده الحكومه شغاله، وانا احيي الحكومه الحاليه في انها بتورينا ازاي الشغل. الحكومه جرت على مشروعات ضخمه. الناس ما حستش بقيمه المشروعات الضخمه الا لما الدولار ارتفع. لا دي احلى الصراحه. يعني الراجل ده ما اعرفش اسمه ايه، بس عداك الصراحه يا استاذ عزمي. حلوه منك، حلوه. بس انت بتقول اي كلام ليه يعني؟ بقى احنا ما حسيناش بمشاريع الحكومه الا بعد ما الدولار ما غلي. احنا طول عمرنا حاسين بمشاريع الحكومه من قبل ما الدولار ما يغلى. انت ما شفتش المشاريع ولا ايه؟ لما تيجي حضرتك ترجع للارقام الخسائر بتاعه البورصه، تلاقي ان يوم ما نجح السيد الرئيس السيسي البورصه خسرت 12 مليار جنيه. لما تلاقي افتتاح قناه السويس تلاقي ان البورصه خسرت 2.5 مليار جنيه. لما جبنا الطيارات الرافال تلاقي ان البورصه خسرت في اليوم ده. لما تلاقي حاملات الطائرات وصلت تلاقي ان البورصه خسرت في الوقت ده. اهو كل دي مشاريع، معقوله يعني ما حسيتش بيها؟ مشروع ورا مشروع، نطلع من مشروع نخش في مشروع، اتهرينا لحد ما وصلنا لمرحله الخيار. عمالين نضيع في دولارات البلد على مشاريع ولا ليها 30 لازمه. وده ان دل فبيدل ان القياده السياسيه اللي بتاخد قرار المشاريع دي قصدها توصلنا لمرحله الخيار. نسكت بقى؟ ها؟ نسكت؟ استنى انت يا ديبو لو سمحت، مالكش في الموضوع ده. نسكت؟ لا ازاي بقى؟ نروح نصرف كل الدولارات دي في بناء حاجات هايفه زي السجون. حيوان يطلع للهواء يقول يا جماعه ما تبعتوش دولارات لمصر لانه بيبنوا بيها سجون. ده مين ده اللي قال بونا سجون؟ سجون مين يالا؟ انت هو يالا؟ انت يا ديبو اللي قلت سجون؟ انت الناس هنا هي شهاده عليك. هو يا باشا اللي قال السجون. احنا برضه نبني سجون؟ معقوله؟ يعني احنا بنبني سجون؟ ابن الكلب ده اللي بدولار ولا بايه؟ ايه ده؟ انت مشكلتك مش في اننا بنبني السجون. لا ده مشكلته في ان احنا بنبنيها بالدولار. لا مؤاخذه يا ديبو يا باشا، انا اللي قلت يا باشا، معلش حقك عليا انا. تعالى هنا بقى. بالنسبه لقنابل الغاز اللي بتستوردوها بالدولار دي ايه؟
وعربيات الامن المركزي بتستوردوها بايه؟ بالجنيه السوداني؟ ما بالدولار برضه. بتضيعوا انتوا الدولار كده في حاجات هايفه، ويا ريتكم بتبنوا السجون يعني للناس الوحشه. انتوا عارفين بتبنوها لمين؟ بس عادي، ولا يهمكم ولا يهمكم، البلد بلدكم يعني. احنا عندنا اللي مش عند العالم كله، عندنا قناه سويس، ومش واحده بس، لا عندنا 2. انا مش عارف ليه 2 بصراحه، بس احنا عندنا قناتين، يعني بالصلاه على النبي كده السما هتمطر دولارات. في تراجع في عائدات قناه السويس، وكأن ده خبر ما كانش متوقع، ولكن من واحنا بنحفر عارفين طبعا انه العالم داخل على ركود. لحظه قناه السويس الجديده دي كان مقصود بيها اخراج الشعب المصري من حاله كآبه وهزيمه داخليه. ببص لتوسيع قناه السويس، صحيح ما فيش عائد، لكن على الاقل كان في عائد معنوي كبير. عائد معنوي كبير؟ طيب اخضر، علشان ده هيفرق جدا معايا على فكره، يعني لازم توضح لي بالظبط. وبعدين من قبل ما نبني قناه السويس الجديده واحنا عارفين ان العالم في حاله ركود؟ اتاري الناس كانت نازله ترقص عشان العائد المعنوي. لا كده بقت مفهومه ليه الناس كانت بترقص وفرحانه قوي. بعدين انك تموت من الجوع وروحك المعنويه عاليه احسن 1000 مره ما تموت من الجوع وروحك المعنويه في النازل. وما تقلقش بقى لما تروح ان شاء الله كده تاخد فوائد قناه السويس الجديده وتلاقيها قلت، خد بالفرق عائد معنوي. بالمناسبه صح، بما ان بعد يومين ذكرى افتتاح قناه السويس الجديده، اخبار الناس اللي دفعت فلوس في حساب قناه السويس الجديده ايه بقى؟ حسيتوا بالمشروع ولا لسه؟ عرفتهم والله، انا كنت شاكك ان هم يطلع لهم اي عائد، بس ولاد المحظوظه طلع لهم عائد معنوي. واخضر برضه. كان لازم نتجنب ما حدث في الفرع الثاني في قناة السويس، إنه عشان يتم الإنجاز في سنة بدل 5 سنين، وبعدين الرئيس السيسي أصر على سنة واحدة واتعمل في سنة واحدة. ده حقيقي. بس التكلفة تضاعفت عدة مرات، لأنك أنت مضطرة تجيبي كل كراكات العالم عشان تشتغل معاكي. ممكن اقول حاجه بس بسيطه جدا؟ هو لما نجيب كراكات العالم وقت ما الدولار كان اقل من كده ب 30%، اعتقد اتس وين وين سيتويشن، يعني احنا كده كسبنا فرق العمله اللي هنجيب بيها اجهزه من بره، فما نزعلش خالص على السرعه وتكلفتها. حاجه جديده، فيعني احنا لحقنا نفسنا يعني. ايوه طبعا يا استاذ دينا، اكيد الكلام ده طالع من القلب، صح؟ يعني انت اكيد عارفه ان قناه السويس الجديده اصلا احد اسباب ازمه الدولار اللي احنا فيها. يعني بجد نفسي افهم يعني فيها ايه لو سكتي؟ يعني ما كل الناس عارفه ان قناه السويس الجديده خسرتنا كتير وكانت غلطه، لازمتهم ايه يعني البقين دول؟ مستحيل تكوني بتاخدي عليهم بونص، يعني الفلوس اللي انت بتاخديها عشان تطبلي، لكن اللي انت بتقوليه ده يعني ما ملوش اي عائد خالص. ولا يمكن صحيح تكون هي عندها اسهم في قناه السويس الجديده؟ ما مستحيل تكون بتطبل ببلاش، اكيد عندك اسهم، بس ما تقلقيش هتاخدي عائد معنوي. واخضر برضه اكيد هتاخدي عائد معنوي اخضر، ما تقلقيش يا استاذ دينا، ان شاء الله الشعب كله هياخد عائد معنوي اخضر. لان انت تخيل لما تيجي تحط $500 في قناه السويس الجديده وتيجي بعد سنه تلاقي العائد معنوي. السلام عليكم، لو سمحت انا عايز العائد بتاعي بتاع قناه السويس. لحظة واحدة. وده الإثبات. طبعا. في شفتوا بقى مرحلة الخيار والعائد المعنوي حلوين ازاي؟ استنونا بقى الفقرة الجاية.